حلقة جديدة مع موقع عربيان بزنس المختص بعالم الاقتصاد والتجارة، والذي أصبح مرجعا سنويا في قائمتي أغنى الشخصيات العربية وأكثر النساء العربيات تأثيرا، وذلك لاعتماده على وثائق رسمية وإحصاءات موثوقة المصدر، حيث باتت نتائجه تعتمد عالميا لا محليا فقط. مجرد انه تحس ان في جهه بدات ان هي تعمل ليستنج للمراه العربيه وتعطيها حقها في المجالات المختلفه كلها، ده شيء يثلج الصدر. الحمد لله السنتين ورا بعض معاهم في القائمه، فده زي ما انت بتقول كده مش بس مسؤوليه، دافع ان انت تجود تحسن تعمل حاجات اكتر. كنت يمكن اول امراه، ما بقدر اقول اول امرأة، بس جهدت كثير من ناحية الفاشن، انه اكبر اسامي واكبر ديزاينرز بالعالم جربت شجعهم انه يفتحوا محلات هون، وفتحت لهم محلات، وان كان من ديور او فالنتينو او شانيل، من كل الاسامي العالمية. فقد أصدر الموقع قائمة أكثر 100 امرأة عربية تأثيرا في العالم العربي في مختلف القطاعات، سواء الفنية، الاجتماعية، الاقتصادية، التجارية والإعلامية. وعقدت على هذا الأساس مجلة عربيان بزنس حفلها السنوي في دبي لاستقبال بعض النساء التي تواجدت في لائحة أكثر النساء تأثيرا في العالم العربي. وكان لافتا حلول الشيخة الإماراتية لبنى القاسمي في المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي، وذلك بسبب نشاطاتها في مركزها الفعال كأول وزيرة في الإمارات. جاءت في المرتبة الثانية حاملة جائزة نوبل هذا العام اليمنية توكل كرمان، وهي ناشطة اجتماعية لأجل السلام. أما في المرتبة الرابعة فحلت الأميرة أميرة الطويل زوجة الأمير الوليد بن طلال، واحتلت السيدة فيروز المرتبة الثالثة عشر. وكان للسيدات اللبنانيات حضورا بارزا في اللائحة، فكانت المرتبة 41 من نصيب النجمة إليسا، التي بذلك تكون الأولى بين كل النجمات العربيات والأكثر تأثيرا على الجمهور العربي. مش على الرقم، يعني هو كل نجاحك بحملك كثير مسؤوليات، يعني أكيد إنه تكون ضمن هالليستا شغلة كثير حلوة، لأنه عندك يعني أهم 100 أو 99 مرة موجودين، أنا موجودة معهم، فشي بيسعدني وهذا فخر. أكيد كوني بغني قد ايه لي تأثير على الناس اللي بيحبوا يسمعوني، على الفانز، يعني أكيد ضمن شغلي أنا تأثيري أكثر من هيك ما بعرف شو، يعني هذا اللي بقدر أنا أقول لك إياه، بس هن على شو مرتكزين ما بقدر أقول لك. الأغاني صاروا جاهزين، وبنزل الألبوم من الله راد يعني بشهر 5، بآخر شهر 5 هيك بيكون جاهز، وكمان يكون شوية وقت قبل رمضان. أما المخرجة اللبنانية نادين لبكي فقد احتلت المرتبة الرابعة عشر، نانسي عجرم في المرتبة الخامسة والستين لتكون ثاني نجمة صاحبة تأثير على الجمهور العربي، هيفا وهبي في التاسعة والستين، والإعلامية منى أبو حمزة في المرتبة السادسة والتسعين. يعني صراحة أنا كتير انبسطت، هيدا مثل كلمة شكرا. صحيح صار لي أقل من 3 سنين يعني بالمجال هذا، بخليني أفرح أكتر، بس كانوا 3 سنين عن جد متعبين و3 سنين تأسيس، فبشرفني كتير يعني، وأكيد بتحس بالمسؤولية لأنه لازم تكفي.